خصنا نميزوا بين طبيعة ونوعية الرشوة. واش الرشوة ديال 10 دراهم رشوة؟ واش الرشوة ديال 20 درهم رشوة؟ واش الرشوة ديال 30 درهم رشوة؟ وباص والله الا باص، والله العظيم الا بعض المرات كيجيب لي راه السياسيين المغاربه دايرين شي تشالنج بيناتهم، شكون اللي غادي يعطي اغبى تصريح. ولا واقع الاحزاب هما اللي دايرين واحد البريم ديال الاي كيو اللي الذكاء ديالو فايت الشامبانزي ب 10%، عندنا ما نديرو به. الله يخرب بيوتكم. بهذا المنطق العجيب الغريب اللي ما كاين في حتى شي دوله في العالم. نعطيك مثال، داك الموظف ديال المقاطعه اللي كيدير خدمته بما يرضي الله، الا قلنا بانه كيدوز غير 100 ليغاليزاسيون في النهار، الا غير 10% خدم من عندهم رشوه ديال 20 درهم، 200 درهم في النهار، 1000 درهم في السيمانه، 4400 درهم في الشهر. والله ما نتلاش معاك على 20 درهم اسيدي، كلاك هو كبير. 20 درهم ماشي رشوه، ايوا 4400 درهم اش غنديرو فيها؟ كذلك ومثال اعوان السلطه اللي في الطريق، السيكوريتي اللي في البلاد ديال السبيطار، الفرامليه، نزيدك هذاك المشرف على الغياب اللي في الثانويه الاعداديه، هذاك خلاص هذاك كاع الا طيح النيفو واخد غير 5 درهم من عند التلميذ، الاخر ديال كل عام غادي يبدل الطوموبيل. هذا قال زوينه. ودابا غير تفقوا بيناتكم. ذاك النهار خرجت لنا واحد الوزيره قالت لك اللي كيشد 20 درهم في النهار راهو خارج عتبه الفقر. هذا يعني ان حنا ما بقاش عندنا شي حد اللي كيعاني من الفقر في حدود العتبه ديال $1 حتى $2. يعني مول 20 درهم راه نقص الفقر وبدا كيدير لاباس. وكيفاش؟ ما بغيتيش نحسبوها رشوه. شوف استاذ، كاين واحد المثل فرنساوي تيقول كي فولا نوف فولا بوف، وكاين واحد القاعده فقهيه كتقول ما اسكر كثيره فقليله حرام. هذا المنطق ديالك اينشتاين السياسه المغربيه راه ما كيقبلو لا عقل لا فطره سليمه. وعلى ذكر الفطره السليمه غنعطيك واحد المثال بسيط وصغير لعله عسى تفهم. الا كنتي مربي غير مش في الدار، وداك المش جبتي فيه ولاد السردين وعطيتيه سردينه يعني ياكلها قدامك، الا شفرها ليك غادي يغبر، يتعارف راسو كحلها معاك. ما غاديش يقول مع راسو لا هذه غير شطونه دنيا هاني ما نتحاسبوش عليها حتى نضرب شي دجاجه عاد نمشي نغبر. لا، المش اللي غير مش عارف الخايب من المزيان. كيفاش انت جاي باغي تقنعني بان 10 دراهم و20 درهم ماشي رشوه؟ ودابا راه حاولت حتى عيط نصفي النيه، ولكن راه التفسير الوحيد المنطقي اللي جاني هو ان دايره تما شي فلوس بيناتكم قليله رقيقه ما بغيناش تحسب. يا ولاد الكلب يا اللي بلعين البلد واكلها ولعه. خلاصه القول، الرشوه رشوه والشفره شفره، وما كاين حتى شي حاجه كتبررهم. وماشي مشكل تكون سياسي وما كتعرفش تهضر، او لا على الاقل تفكر عاد تهضر، ولكن التعويضات اللي كتاخذوا كنظن كتسمح لكم انكم تخدموا معاكم دي بروفيسيونيل ديال لا كومونيكاسيون اللي او موان يكتبوا لكم شنو غادي تقولوا، وراجعوا في الدار باش نهار تجيو للبرلمان ما تبقاوش تهجاو تضحكوا علينا وتردونا ضحكه. سلام.